اهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهارده جايين عشان نتكلم على مباراة فريقنا نادي الزمالك ضد نادي سيراميكا اللي هتتلعب يوم الجمعة ان شاء الله. ولو هبتدي معاك سريع كده على طول، فنادي سيراميكا هو المدير الفني بتاعه كابتن ايمن الرمادي، واي فرقة مسكها كابتن ايمن الرمادي كانت بتتميز بالكورة الحلوة. بمعنى الفرقة اللي بيمسكها رقم واحد بالنسبة له ان اللعيبة كلها تكون بتعرف تنقل الكورة على الارض كويس، ويعرفوا يطلعوا بالكورة من ورا لقدام. ومن هنا بقى بنخش ان دي نقطة قوة كبيرة جدا عند نادي سيراميكا، وفي نفس الوقت هي نقطة ضعف وهجيلك فيها قدام. طب هي ليه نقطة قوة؟ لأن أهم العناصر في نادي سيراميكا هي العناصر اللي موجودة في نص الملعب. نص الملعب بقى ده سواء كان بيلعب بأحمد بالحاج، قندوسي، محمد إبراهيم، محمد توني، وحجر الأساس بتاع كابتن أيمن الرمادي وهو محمد عادل. لأن بالمناسبة اللاعب اللي اسمه محمد عادل اللي بيلعب في نص ملعب نادي سيراميكا من اللعيبة المتميزين جدا باستخلاص الكورة، ودايما وهو بيستخلص الكورة بيبقى باصص قدام ومحضر هو هيلعب لمين. وده بنشوفه في الهدف الثاني في مباراة انبي ضد سيراميكا، قد ايه هو كان كويس جدا في استخلاص الكوره ومحضر هو هيلعبها لمين قدام عشان الهجمه المرتده تتلعب بسرعه جدا. بالمعنى الحرفي احنا كزمالك لو قدرنا نستحوذ على نص ملعبهم المباراه هتبقى شبه سهله جدا بالنسبه لنا، ولكن للاسف احنا لو اضطرينا ان احنا نسيب الكره ليهم ونرجع للخطوط الخلفيه، فاللعيبه بتاعت نص الملعب بتاعتهم بتقدر ان هي تخلق فرص كتير جدا، لان هم لعيبه كوره كويسه جدا. ولكن بقى زي ما قلت لك هي نقطه قوه كبيره جدا ونقطه ضعف اللي انا هقولها لك دلوقتي. نقطه الضعف دي بتيجي منين؟ لان اي فرقه طبيعيه اما بتيجي تبني الكوره فلازم الاتنين سنتر باكات هم اللي يلمسوا الكوره الاول. ولو هقول لك ان الاتنين سنتر باكات اللي بيلعبوا في نادي سيراميكا واللي بيعتمد عليهم وهو احمد بيكهام جنبيه ركب نبيل، الاتنين دول بقى انت لو ما اديتهمش فرصه ان انت تضغط عليهم على طول وهم يعرفوا يطلعوا بالكوره، الموضوع هيبقى بالنسبه لك كويس جدا. وزي ما انت شايف قدامك كده الجون اللي قدر نادي بيراميدز ان هو يدخله في سيراميكا، وهتلاقي ان الكوره مع احمد بيكهام عادي جدا ولسه عايز يبني اللعب. هتلاقي بقى ان مصطفى فتحي رحل مع فيستون مايلي وضغطوا هما الاثنين عليه، بالتالي هو طلع الكوره بشكل خاطئ جدا. فبالتالي هو اما طلع الكوره بالشكل السيء ده ما كانش شايف ان محمد عادل ظهره للملعب وتراوري جاي من وراه. فمحمد عادل حاول يستحوذ على الكوره ولكن ما لحقش تراوري، قدر ان هو يقطع الكوره وفيستون مايلي كان شبه انفراد يعني، وقدر ان هو يدخل الجون. يبقى رقم واحد اللي المفروض انت كزمالك تستغله ان شاء الله في الماتش وهي فكره الضغط على احمد بيكهام او رجب نبيل الاثنين، وتخليهم ما يقدروش يطلعوا بالكرة بالشكل المميز اللي هم بيطلعوا بيه. طب ورقم اتنين تحاول على قد ما تقدر ان انت تستحوذ على نص الملعب، لان هم عدد تمريراتهم الصحيحة في نص الملعب بتبقى حوالي من 450 في كل ماتش، بنسبة لا تتعدى ال 75%، ولكن نسبة ال 75% دي هي نسبة كويسة جدا. رقم ثلاثة واللي المفروض تستغله ضد نادي سيراميكا وهي فكرة الالعاب الهوائية اللي بتتلعب ضدهم، بيبقى تمركزهم الدفاعي بيبقى غير صحيح بالمرة. دليل على كده ماتش انبي ضد سيراميكا اللي سيراميكا كان كسبان فيه 2-0، ولكن بكامباك عالمي من نادي انبي جه من 3 كرات ثابته او 3 كرات هوائيه. طب ورقم 4، رقم 4 هتيجي بقى بعيدا عن الالعاب الهوائيه وهي وقفتهم جوه ال 18 بتاعتهم بتبقى بشكل عشوائي جدا، وده انت بتشوفه في الجون الاولاني اللي نادي بيراميدز قدر يدخله، اللي هي اللقطات اللي ماشيه قدامك دي. رمضان صبحي جوه ال 18 وبراحته خالص وبيلف ظهره ومفيش حد ضاغط عليه، وبيقدر ان هو يباص الكوره بره ال 18 على اليمين اللي يقابل، ومهند لاشين شاطها كويس جدا خبطت في فيستون مايلي ودخل الجول. يبقى نقاط ضعفهم بتتركز في 4 نقط. النقطه الاولى اللي انت تضغط عليهم بدري ما تخليهمش ان هم يطلعوا بالكوره. النقطه الثانيه الالعاب الهوائيه اللي بتتلعب عليهم تمركزاتهم الدفاعيه بتبقى سيئه جدا. النقطه الثالثه تحاول على قد ما تقدر ان انت تستحوذ على نص ملعبهم وما يعملوش تمريرات كتير عليك في النص. النقطه الرابعه وهي الاخيره ان انت تستغل وقفتهم اللي بتبقى غلط داخل ال 18 بتاعهم. لو بصينا على ترتيب نادي سيراميكا فنادي سيراميكا بياتي في المركز السابع ب 27 نقطه من 23 ماتش. في اخر 4 ماتشات لنادي سيراميكا هم الحقيقه ماشيين بشكل متذبذب. يعني عندك اول ماتش ضد بيراميدز خسروا 2-1، الماتش اللي بعديه ضد البنك الاهلي قدروا ان هم يحققوا الفوز بنتيجه 1-0، الماتش الثالث في كامباك عالمي لنادي انبي خسروا 3-2، الماتش الرابع ضد فرقه مكادي اللي كان في كاس مصر قدروا ان هم يحققوا فوز صعب جدا بنتيجه ال 1-0. اعتقد ان الكوتش جوميز هيحاول زي ما قلت لك ان هو يستحوذ على نص الملعب على قد ما يقدر، وكمان نتيجه الى ذلك يعني ان فتوح هيغيب عن الماتش ده عشان هو مصاب، فبالتالي اعتقد
اعتقد ان هو هيتنازل عن فكره ابراهيم نضاي اللي بيلعب وينج شمال، وهيضطر ان هو يلعبه باك شمال. فبالتالي عشان يستحوذ على نص الملعب على قد ما يقدر، متهيألي ان هو يلعب بدونجا جنبيه محمد شحاته، قدامهم عبد الله السعيد جناح شمال وهو ناصر ماهر جناح يمين زيزو، وعلى حسب بقى سيف الدين الجزيري رجع من الاصابه ولا لا، بس يعني يا هيبقى سيف يا هيبقى سامسون. او ممكن فكره تانية ان هو هيلعب بعمر جابر باك شمال، وهيرمي محمد شحاته باك يمين، وهيلعب بعبد الله السعيد جنبيه دونجا، الخطه اللي احنا بنلعب بيها عادي، بس هو الاستثناء ان فتوح غايب فهيضطر ان هو يعكس الطريقه. اعتقد كده ان انا قلت كل حاجه ان شاء الله هتخص ماتش سيراميكا وماتش الزمالك، ولكن هي الحاجه اللي مخليني مش متفائل ان الماتش هيتلعب للاسف على استاد المقاولين، واستاد المقاولين ده احنا ملناش حظ عليه يعني، باستثناء ماتش الشرقيه الدخان اللي برضو كسبناه بس برضو بعد طلوع الروح. ما تنساش يا زملكاوي تدعمني باللايك والشير بالسبسكرايب، اتمنى ان انا اكون فهمتك كل حاجه تخص ماتش سيراميكا والزمالك، وبرضو عايزك تقولي في الكومنتات كل ما يخص الماتش، لو انت ليك وجهه نظر قولها لي في الكومنتات. شكرا.